بحترم قوي الشباب اللي بتجتهد وبتتعب وبتسعى لاكل عيشها ان هي تاكل لقمه بالحلال وتعمل جوده كويسه. طلب مني لما عربيتي، ومن كتر ما انا ما عجبتني العربيه انا بفكر اعملها كل فتره. وليد شاب محترم ومكافح وبيشتغل بشكل متقن. قول لنا يا وليد بقى انت بتعمل ايه؟ انا يا فندم يعني مثلا العربيه من فضلات الطيور والشمس والعوامل الجويه والتراب الطريق وغسيل والفوطه الزفره، فكل ده طبعا بيأثر على العربيه من بره. فاحنا بنحافظ على العربيه ان احنا كل فتره لازم نلمعها وننضفها بحيث ان العربيه ما تكلحش، ما يحصلهاش الكلام ده كله. بتلمع العربيه والازاز الصاج والفوانيس وكل حاجه في وبعالج العربيه. الخرابيش وبحقن الخرابيش العميقه كمان. تعمل ده في محافظات ايه بايه؟ القاهره، شرقيه، جيزه، قليوبيه او اسماعيليه. بتحتاج ايه؟ كل اللي انا بحتاجه بس مكان اوصل منه فيشه الكهرباء بس مفيش كل اي حاجتي حاجه. معايا. طيب وبتستخدم خامات ايه؟ لا، شغال بمصر بس بفضل الله بطلع منه نتيجه. التفرقه في الخامات في الاخر بتبقى النتيجه. هو بيعرف يطلع من المصري نتيجه كويسه جدا. فبدل ما تروح لحد يشتغلك، لا، وليد شاب محترم ومكافح واحنا عايزين ندعمه بكل قوه. هسيب لكم رقمه وبياناته في اول كومنت. عايز تلمع عربيتك تحت البيت بأجر رمزي مش بالارقام اللي احنا بنسمعها، اتصل بيه على طول. سلام.